السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. في الفترة الأخيرة ظهر على الساحة أكتر من عمل متميز، وده بيأكد لنا على ظهور كوادر شابة من حيث الأفكار والورق اللي بتقدم، ولكن الأهم اللي بيقدر إنه يخرج الورق ده على الشاشة بشكل قوي، وهو عنصر الإخراج. وعلشان كده والنهاردة جبنا لكم أفضل 10 مخرجين شباب من وجهة نظري قدروا إن هم يثبتوا نفسهم من خلال أعمال قوية ومتميزة. ومن غير كلام كتير، كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ برقم 10 والمخرج أحمد خالد موسى. مخرج له طابع خاص في أعماله، دايما بيحب يخرج ما بين الطبقة الشعبية ويمزجها ما بين فواصل من الأكشن. ظهر ده بشدة في آخر جزئين لمسلسل العتاولة، ولكنه برضه بيحب التميز، فقدم لنا مثلا مسلسلات بعد البداية مع طارق لطفي والميزان مع غادة عادل، وأفلام زي هروب اضطراري مع أحمد السقا وأمير كرارة، وكمان لص بغداد مع محمد إمام. ونروح لرقم 9 في قائمتنا، هو المخرج كريم الشناوي. مخرج شاب له أسلوب متميز دايما في اختياره للمواضيع الشائكة، معروف عنه إنه شوية مقصر في أعماله السينمائية، لكنه له أعمال عديدة درامية ومتميزة ويعرف عنها الجرأة في تناولها. كريم قدم سينمائيا فيلم واحد وهو فيلم عيار ناري، فيلم برضه كان قوي وجميل جدا في قصته واسلوبه، لكنه على الصعيد الدرامي قدم لنا مسلسلات في منتهى القوة زي أبيل وخلي بالك من زيزي وكمان الهرشة السبعة، واخيرا المسلسل اللي عمل ضجة في رمضان اللي فات وهو كان مسلسل لام شمسية، وكلهم كانوا بالاشتراك مع أمينة خليل. نروح لرقم 8 والمخرج معتز التوني، من المخرجين القلائل اللي بيتميزوا بجانب الابداع الاخراجي بانه كمان ممثل دمه خفيف، وقدر انه يسيب بصمه بسيطه مع الجمهور بالمشاهد اللي ظهر فيها. غير كمان ان معتز له بصمه اخراجيه واضحه في كل عمل اخرجه وطلعه للنور، وله اسلوب قدر انه يخليه يواكب العصر ويوصل للشباب كمان بسرعه. ويكفي اخراجه لواحد من اجمل واحلى المسلسلات وامتعهم في السنين الاخيره، هو مسلسل اللعبة بجميع أجزائه. ده غير إنه على الجانب السينمائي قدم لنا أفلام متميزة زي سمير وشهير وبهير وكلب بلدي، وكمان فيلم جحيم في الهند، وآخر أعماله السينمائية كان فيلم إكس مراتي، والفيلم نجح جدا جماهيريا. ونيجي سريعا لرقم 7 في قائمتنا، وهو المخرج حسين المنباوي. مخرج فعلا رائع وله تجارب قويه جدا، فرض طريقته على السينما والدراما بشكل مختلف. صعب جدا في كل الاعمال اللي قدمها ما يكونش ليك عمل او اتنين بتحبهم له، وهتلاقيه بيتنقل دايما ما بين الكوميدي للتراجيدي بسلاسه بسيطه جدا، وده ظهر في اعماله بشكل واضح جدا من خلال مسلسلات زي حلاوه الدنيا مع هند صبري، والفتوة مع ياسر جلال، وكمان مسلسل جزيرة غمام اللي كان بيتكون من كوكبة من نجوم على رأسهم مي عز الدين وكمان طارق لطفي وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب. وعلى الصعيد السينمائي قدم لنا أفلام جميلة زي عمهم وليلة هنا وسرور مع محمد إمام. ويلا بينا على رقم 6 بسرعة، والمخرج عمرو سلامة، من المخرجين اللي في وقت قليل قدر انه يثبت نفسه بجدارة. اعماله سواء هتختلف او تتفق عليها، لكن كمان ما تقدرش تنكر انه مخرج قدر يسيب بصمة مميزة ما بين ابناء جيله، وقدر انه يشق طريق لوحده لحد ما استطاع انه يثبت نفسه على الساحة بوجوده كمخرج مختلف ومتميز. وده ظهر بشدة دراميا في اعمال زي طايع مع عمرو يوسف، وما وراء الطبيعة مع أحمد أمين، وكمان المسلسل الخفيف بيمبو مع أحمد مالك. ولو اتجهنا للجانب السينمائي هنلاقي له أفلام في منتهى الجمال زي بره المنهج مع ماجد الكدواني، وأسماء مع هند صبري، واللي يعتبر فيلم قوي جدا في قصته وجريء في تناوله، وكمان الفيلم اللي ساب بصمة مع الجمهور شيخ جاكسون مع أحمد الفيشاوي. ونقدر نتكلم كمان عن باكورة أعماله وكان فيلم لا مؤاخذة. رقم 5 والمخرج المتميز من وجهة نظري المخرج تامر محسن. مش هقدر اتكلم كتير عن تامر محسن غير بس ان اقول لك ان اول عملين ليه كانوا من كتابة كاتب كبير زي الراحل وحيد حامد، هما مسلسل بدون ذكر اسماء مع روبي واحمد الفيشاوي ومحمد فراج، وده هتكلم عليه كمان شوية، والفيلم الوحيد اللي اخرجه سينمائيا وكان فيلم الطوفار. تامر محسن دايما له اسلوب فريد من نوعه، وبيحب دايما يحطك في حدوته، ودايما هتلاقيها حدوته ممتعه من اولها لاخرها. عالم بيحب انه يصمم خيوطه على طريقته، ومش هتخرج من اي عمل ليه غير لما تحس انك كنت قدام وجبه فنيه دسمه. ورغم ان اعمال تامر محسن مش كتير، لكن هتلاقيها كلها اعمال ثابت معاك علامه وبصمه مميزه. هنذكر منها على سبيل المثال تحت السيطره مع نيللي كريم،
هذا المساء مع اياد نصار ولعبة نيوتن مع منى زكي. واخر عمل ليه كان في رمضان اللي فات من خلال مسلسل قلب ومفتاحه مع آسر ياسين ومي عز الدين، وده تقريبا العمل الوحيد اللي ما اشتركش معاه فيه محمد فراج اللي كان همزة وصل في كل اعماله. مباشرة مع رقم 4 والمخرج الجميل احمد الجندي، واللي هقدر اقول لك باختصار كده ان في اخر 10 او 15 سنه كان احمد الجندي هو اللي مسيطر باكتساح على كل الاعمال الكوميديه المميزه، واللي كانت سايبه علامه وبصمه قويه مع معظم المشاهدين. احمد الجندي يعتبر من المخرجين القلائل اللي بيعرفوا انهم يخرجوا الضحكه والابتسامه من القلب، وده شيء صعب جدا، وانه من اقل المواقف والقماشه اللي تحت ايديه بيقدر انه يخرج لك مشهد مليان ضحك هستيري. وتعالوا نشوف مثلا ايه اجمل الاعمال اللي الناس بتحب تشوفها وتعيدها اكتر من مره وما بتزهقش ولا تمل منها برغم التكرار. هنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مسلسل الكبير بدايه من الجزء الثاني ولحد اخر جزء احمد الجندي، الفيلم اللي كلنا مهما نعيد ونزيد فيه وحافظين مشاهده برضه ما بنزهقش منه ولا بنبطل ضحك عليه، فيلم بنك الحظ برضه احمد الجندي، المسلسل الجميل اللي بقالنا كام سنه قطاع كبير من الشعب ابتدى يتابعه وبيستنى اجزائه بشغف، مسلسل موضوع عائلي برضه احمد الجندي. ده غير بقى خد عندك فاصل من اللحظات اللذيذه، الحرب العالميه الثالثه، الكويسين، الواد سيد الشحات، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، وحتى مسلسل في لالا لاند، وكمان مسلسل نيل وشريهان كان وراءهم اسم واحد ومخرج متميز قدر انه يوصل لقلوب المشاهدين هو احمد الجندي. ويلا بينا دلوقتي نتعرف على رقم 3 في قايمتنا والمخرج بيتر ميمي. بيتر يعتبر من المخرجين اللي قدروا ان هم يشتغلوا مع معظم نجوم الصف الاول زي كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد عز، وكمان كريم محمود عبد العزيز وامير كرارة وعمرو سعد ونيلي كريم وغيرهم، وده خلاه يكتسب خبرة من مدارس متنوعة ومختلفة في التعامل، وده بالطبع اتعكس على ابداعه في الاخراج، خلته يصمم انه يطلع افضل صورة متكاملة عنده علشان خاطر يقدر يرضي ذوق الجمهور اللي بقى دايما عايز الجديد وبشغف. فهتلاقي دايما عنده تنوع في الاسلوب الاخراجي، وده ظهر بشدة في مسلسلات زي مسلسل الاختيار بأجزائه، وكمان مسلسل الجسر اللي نقلنا لعالم مختلف، وضيف عليهم مسلسل كلبش وكمان الأب الروحي، وما نقدرش ننسى مسلسل زي الحشاشين اللي يعتبر واحد من أفضل المسلسلات في السنين الأخيرة، وضيف عليهم بقى كوكبة من الأفلام المتميزة والجميلة زي موسى والهرم الرابع وحرب كرموز ومن اجل زيكو وبيت الروبي وكمان فيلم كازابلانكا، وكمان اخيرا وليس اخرا الفيلم اللي لسه متواجد معانا في السينمات هو فيلم المشروع اكس. نيجي لاخر اسمين معانا، رقم 2 هيكون المخرج الجميل والمتميز محمد شاكر خضير. تقدر تقول انه مخرج عنده ذوق ورقي من خلال نقل صورته، وتقدر بسهوله تتعرف على بصمته من خلال اعماله حتى من قبل ما تقرا اسم المخرج عليها. عنده اهتمام قوي بكل تفصيله اكنك بتشوف لوحه فنيه متكامله من خلال تناسق الالوان وحركه الكاميرا اللي بتثبت لنا دايما اننا قدام مخرج فاهم شغله كويس، وده ظهره بشده من خلال اعمال زي طريقي لشيرين، وكمان مسلسل جراند اوتيل لعمرو يوسف، ولا تطفئ الشمس اللي كان فيه كوكبة من نجوم على رأسهم ميرفت أمين ومحمد ممدوح وأمينة خليل، وكمان المسلسل القوي واللي فعلا نال إعجاب قطاع كبير جدا من الجماهير ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة واللي كان بطولة منة شلبي وآسر ياسين، وكمان آخر أعماله في رمضان اللي فات اللي لقى نسبة نجاح كبيرة جدا مسلسل إخواتي. وما نقدرش ننكر تميزه السينمائي من خلال أفلام زي واحد تاني لأحمد حلمي وهاتولي راجل لأحمد الفيشاوي. ونوصل دلوقتي لرقم 1 في قائمتنا هو المخرج المتميز مروان حامد. ما نقدرش ننكر ان مروان حامد يعتبر واحد من ابرز ابناء جيله، ونقدر نقولها بكل ثقة انه قدر انه يعمل نقلة نوعية في مجال الاخراج في السنين الاخيرة، ومن اول عمل ليه هو فيلم ضخم زي عمارة يعقوبيان قدر انه يحدد اتجاهه ويشق طريقه فعلا علشان خاطر يقدر يثبت موهبته وكمان شغله التقيل. مخرج محدد هدفه كويس ودايما بيسعى لابراز مواهبه من خلال شغله واعماله الفنيه، فعلا اضاف كتير للابداع الاخراجي في ال10 سنين الاخيره، وده ظهروا بوضوح من خلال افلامه السينمائيه زي مثلا ابراهيم الابيض اللي رغم اختلاف ناس كتير معاه على كميه الدم والعنف بس محدش يقدر ينكر ان كان فيه بصمه اخراجيه واضحه في نقل الصوره بالمتعه دي، وكمان فيلم الفيل الازرق بجزئينه اللي فعلا قدر ان هو يكسر ارقام قياسيه في شباك التذاكر. ضيف عليهم اعمال زي تراب الماس
وكمان فيلم الاصليين. واكيد كلنا لاحظنا المجهود الجبار اللي اتعمل علشان خاطر يقدر يخرج لنا فيلم زي كيرة والجن بالجمال ده. واكيد معظم الجمهور وانا واحد منهم منتظرين بشغف ظهور اخر اعماله للنور، وهو فيلم الست مع النجم منى زكي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. وما تنسوش كمان انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار. ويا ريت كمان لو تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.